السلام عليكم ومرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة يا رب. اليوم ان شاء الله نحضر معكم لي سيجار محشيين، يجوا مقرمشين والحشوة تاعهم بزاف هايلة. يعني حشوة تاع كريمة البندق تجي بزاف بنينة. يعني جربوا هاد الحلوة هذه في العيد ورجعوا لي في التعليقات، انا اكيد راح تعجبكم. يعني مقاديرها بزاف بسيطة. عندي هنا كمية او كيلة تاع بيمو، ولا نستعملت هذا في الاكياس اللي كنت تشوفوا فيه هنايا. ولكن بالنسبة لكم تقدروا تلحوا بيمو يكون يعني مرحي بودرة. وعندي حوالي نص كيلو ولا كيلو غير بعد تاع قوفريت مرحي. واستعملت كوفيت دق الشوكولا وكمية تاع حلوة الترك، يعني حوالي نص كيلو هكاك ولا كيلو غير ربع. نخلطهم كامل مع بعض وفتت هذيك حلوة الترك تحت يدي. انا استعملت حلوة الترك تاع الميزان، من الاحسن يعني تفتت بالخف. وراح اللي نخيط بالكراميل توفيا ولا كراميل تخدموها في المنزل، كما تقدروا تليموها بالعسيل. انا من الاحسن ليمتها بالكراميل. وعندي كما راكم تشوفوا كابريس ليكيد، وعندي هذه كل لي سيغار شيت علبه تاع لي سيغار. من الاحسن تشرو هذوك اللي فارغين، ما تشوش هذوك المعمرين. وكما راكم تشوفوا هنا راني لايمت بكراميل طوفيه وزدت شويه من ديك كابريس. تقدروا تليموا فقط بالعسيله، فقط ليموها كما كنت تشوفوا تكون حاكمه روحها، ما تكونش جاريه العجنه. نجيبوا هذو لي سيغار قلت لكم انا انا ما صابليش هذاك تاع بذوق الشوكولا، يعني صابلي هذا تاع اللي فيه نكهه الليمون كما راكم تشوفوا صفر. من الاحسن تجيبوا تاع الشوكولا، وجيبوا هذوك اللي يجوا السيجار شويه صغار. انا جاب لي هذو اللي شويه كبار. راح نحشيهم بهذيك كريمه البندق، يعني بزاف هايله الكريمه. جربوها، بنينه بالبزاف. تقدروا تحشوها بشوكولا طالع عادي. بالنسبه لي حشيتها بهذه كريمه البندق، بنتها بزاف هايله تاع المرجان. شيت علبه صغيره. نقسم هذو لي سيجار، نقص منهم شويه لانه بزاف طوال. هذو حنزين بهم لكم تشوفوهم، مش حنستغنى عليهم. والحبات باقيين حفتتهم وكملكمش ندير بهم على الاخر. نجيب كيس بلاستيكي ونحل فيه هذيك العجينه درناها مع بعض. تاع هي بصراحه تاع بنيون هي. حليتها بالحلال حطيتها بجيه. نجيبوا لي سيجار تاعنا، انا كنت سبقتكم وحشيت وحده. نجيبوا لي سيجار، شوفوا هنا بوشيت بصبعي من الجهه السفلى باش ما يخرج كامل هذيك الحشوه، ما تخرج. شوفوا هنايا قلت لكم كريمه البندق اللي نحشي بها. تاع المرجان شيت صغير لانه ثمن تاعها شويه غالي. نجي نحشي قطع لابوش غير شويه من الاسفل ونحشيها من الداخل. عمرو سيو كيفاش تعملوا هذوك لي سيجار تاعكم كامل هكا باش ما يتكسروش معكم كي نولوا روليو فيهم بهذيك العجنه. ونبوشيوهم من ومن بهذيك العجنه تاع البنيوان. نزيد نحبها معاكم باش تشوفوا كيفاش شديت بصبعي من الجهه السفلى ونعمر كامل حتى الاسفل. قلت لكم لازم تعمرهم مليح هذوك لي سيجار هكايا باش ما يتكسروا لكمش، لانه كان تخلوا فيه فارغ راح يتكسر لكم السيجار تاعكم. وبوشيتهم بشويه تاع عجنه هذيك في الجناب باش هكا باش الحشوه تاع كيمه البندق ما تخرج لكمش. نجي شوفوا هنا بالنسبه للعجنه هذيك تاع البنيون حليتها رقيقه شويه، ما تكونش رقيقه بزاف وما تكونش خشينه بزاف. نجي نقطعهم على حساب هذوك لي سيجار ونجيب لاكوبات باش نرفد بها، راح تساعدني احسن. ندير دارة وشويه ونقطع بالسكين بهذه الطريقه. وسي كيفاش نفينيها ونغلقها مليح ونعاود نغلق الجوانب كامل بهذه الطريقه. وشوفوا كيفاش راني نسوي فيها ولا نفيني فيها بهذه الطريقه. شوفوا هكا هنا راهي الصوره تعبر اكثر من الشرح تاعي. وهذا هو الشكل تاعها. انا ما درتهمش خشان بزاف، زيد معكم واحده باش تشوفوا. نرفد بلاكوبات تساعدني من الاحسن ونروري دارة وشويه ونقطع ونساوي هذوك الجوانب نغلقهم مليح مع الاخر ونزيد من نومن. شوفوا كيفاش راني ندير ونزيد نساويها هكايا فوق سطح العمل. هنا لازم تفينيو السيجار تاعكم، فينيوها مليح باش يجي الشكل تاعو بزاف شباب. راح نكملهم كامل بنفس الطريقه. وعندي هنايا شوفوا هنايا حطيتهم بالنسبه بعد ما روليتهم دخلتهم شويه للمجمد حوالي 10 دقائق هكا باش يحكموا رواحهم.
ويساعدوني احسن. تقدروا مباشرة تبداو. هنا هذيك الكراميل هذيك درت لها شويه تاع معجون المشماش، خلطتها باش تولي يعني ليكيد شويه لانه خاطره بزاف. راح ندهن كامل لي سيجار بالبانسو بهذه الطريقه راح يساعدني الاحسن. وعندي حرمتهم في القطايف اسمهم وتلفلي. كيما راكم تشوفوا هنايا دهنت مليح الحبه، ونجيب القطايف اللي عندي محمصين ومفتين مليح تحت اليد بهذه الطريقه. حمصوهم وفتوهم تحت يديكم ونلصق مليح بهذه الطريقه. شوفوا كيفاش راني نلصق مليح. شوفوا هذا هو الشكل تاعها. نحطها بجي نزيد معكم حبيبه واحده اخرى باش تفهموني مليح. نشد بهذه الطريقه من ومن وندهن الحبه تاعي تاع السيجار. سيبي كيفاش ما تضغطوش عليها بزاف لانه باش ما تكسر لكمش. وبعد ما ندهن الحبه كامل نلصقها بالقطايف. قريب عاود نسيت الاسم، راني مديروش عليا راني عيانه. هنا بعد ما لصقتهم كامل بالقطايف فينيتهم. شوفوا هنا فينيت حبه مليح زينتها باش تشوفوها كيفاش جات. شوفوا شكل تاع حاجه بزاف شباب. بهذه الطريقه تقدروا تلصقوها بالكاوكاو في الجوانب، يعني لكم الاختيار. كما تقدروا تخلوهم كيما راهم فقط زينوا بخطوط تاع الشوكولا راح يجي المنظر تاعهم بزاف شباب. ايضا نجيب هذيك الكميه تاع اللي شطت لي تاع الكراميل بالمعجون المشماش الصق في الجوانب. تقدروا تلصقوا فقط بمعجون المشماش. نحط في الجوانب هكايا باش نزيد نزين به هذاك لي سيجار اللي فتتهم. خليت كميه تاع سيجار فتتهم ونزين في الجوانب من ومن. تزيين يعني بسيط وشباب. شوفوا وراح نحط كميه تاع قليله تاع هذيك الكراميل ولا الكابريس هذيك ونلصق بها هذوك اللي نحيتهم في الجوانب نقصتهم من السيجار في الجوانب. تزيين يعني ساهل منه فيه ما فيش تعقيدات. والتزيين قلت لكم راجع عليكم. تقدروا فقط تزينوهم بذوب الشوكولا بحمام مائي وديروا خطوط تاع الشوكولا. انا كنت حضرت معكم من قبل لي سيجار محشيين على قناتي، ادخلوا شوفوهم تزيين بسيط غير خطوط تاع الشوكولا. راح نكمل كامل نزينهم ونوريه لكم. هنا بعد ما كملت زينت هذه الكميه هكا كيما راكم تشوفوا، وزينت كميه اللي قعدت لي درت لها شوكولا بالحليب. ذوبت شوكولا بالحليب وخليتها بردت لي شويه، ماشي وهي سخونه مباشره تطليو بها لي سيجار تاعكم راح يطراو لكم. خلوها تبرد لكم شويه ديك الشوكولا وطلوا بها لي سيجار تاعكم. بعد ما نشفوا لي وفينيتهم رحت رشيتهم بهذا كان عندي ناكخي دوغي درت له غذاء غذائي ورشيت به بهذه الطريقه. بعد ما نشفوا لي هنايا نروح نلصق في الجوانب. تشوفوا هاد القطايف اللي شاطوا لي من الوالا راح زدت لهم هذاك ناكخي دوغي اللي زينت به. شوفوا اللون تاعو كيفاش يولي ذهبي شباب. هذاك القطايف خلطتهم مليح. نروح ندهن بجيه في الجوانب هذاك الكراميل ولا الكابريس ولا المعجون باش نقدر نلصق بها القطايف. تقدروا تخلوهم هكاك الشكل تاعهم بزاف شباب ولا ديروا كاش موتيف من الفوق تلصقوا تزينوا به تاع عيد سعيد ولا عيد مبارك ولا. تشوفوا الشكل تاعها كيفاش يزيد يطبع ما شاء الله. راح نلصق في الجوانب ندهن هكا ونلصق شويه شويه. شوف شفتوا كيفاش جات طبعت، يعني كل حاجه زيدوا ضيفوها حتزيد تطبع لكم اكثر. نكملهم كامل. هذا هو الشكل النهائي تاعهم. شوفوا نقسم معكم حبيبه باش تشوفوا من الداخل كيفاش جات. جاو مقرمشين جاو بزاف هايلين. شوفوا انا درنيت لكم الصوره باش تشوفوا مليح كيفاش الحشوه جات. شوف جاو روعه جاو بزاف هايلين. راني ظلمت لكم باش تشوفوا قرب لكم مليح. شوفوا ضغطت عليها يجوا مقرمشين من الداخل ومن برا هذيك القرمشه تاع القطايف. ان شاء الله تعجبكم. والى عجبتكم ما تنساوش بالاعجاب والاشتراك. دمتم في رعايه الله وحفظه. مع السلامه.